توقعوا نتيجة هذه التفجيرات الإرهابية؟ خلونا نشوف تقرير عن نفس الموضوع. مشهد جديد لهجمة إرهابية على قوات الأمن تنضم لسابقتها. ومن داخل مستشفى الشرطة اليوم اختلطت الدموع بالدعاء على منفذ الحادث، والذي راح ضحيته عميد شرطة و5 مصابين. الحادث حصل حوالي الساعة 11:30 أظن. الحالات بدأت تيجي من الساعة 12. الإصابات أنا جالي 5 حالات في القسم عندي. الإصابات كلها نتيجة الانفجار وتناصب الشظايا. طبعا كان في حالة وفاة واحدة. عرفت من التلفزيون وسائل الإعلام اللي هو طارق المرجاوي الله يرحمه، تحتيه قالوا المصابين ولقيت اسم جوزي فيه، فحالة من الهلع ما اقدرش اقولها لك. يعني ما بقتش عارفه ولا انا اخش البس ولا انا انزل البيت من باب الشقه. والدته هي جايه في الطريق، بس بعد طبعا ما عرفت على طريق التلفزيون ما قدرتش انا اوصل لها خالص الخبر، لان انا حسيت انها ممكن يجرى لها حاجه. يعني طبعا زي ما قلت لحضرتك ان 2 ولادها ضباط شرطه وكده، وانت عارفه القلق مخلي الامهات في الفتره دي عامه في كل الاتجاهات قلقانين على اولادهم ازاي، خصوصا الشرطه. الناجون من الحادث وذويهم رووا لحظات الهلع وقت وقوع الانفجار. لقيت الارض بتتهز من تحتيه وموجه كهربائيه مسكت في كل جسمي وراحت رفعاني ونطراني في الشارع اللي قدام النقطه. اثناء وقفنا قدام الجامعه من بره عشان نستعد بالمجندين والعساكر، حصل انفجارين في الاول وتوفي عميد عندنا رئيس قطاع الفرح منور عليه، واصيب لواء واصيب عقيد كمان وظابط تاني كان معانا. القنبله ما كانش في عربيه، كان دخان كتير والشجر والاوضه اللي جنبينا ابتدت تنزل على دماغنا، فاحنا ابتدينا ننسحب لورا علشان التكسير والحاجات اللي حصلت، والموجه الانفجاريه نطرت ناس مننا بعيد قوي. المشهد أغلق على تحقيقات النيابة مع الناجين من الحادث للوقوف على أسبابه والتوصل لمنفذيه، ليسجلوا التاريخ اعتداء جديدا ينضم لسلسلة اعتداءات إرهابية لا تتوقف. هالة انديل، الحياة اليوم. زي ما شفنا اللي حصل النهاردة في محيط جامعة القاهرة ده كان تتويج لموجة من العنف اللي جرت في بعض الجامعات المصرية. زي ما شفنا النهاردة في جامعة القاهرة، شفنا الأيام والأسابيع الماضية في جامعة الأزهر، حرق لسيارات أساتذة، ضرب أساتذة، حرق لمنشآت إلى آخره. خلينا نشوف تقرير عن العنف اللي حصل واللي حاصل في جامعات مصر في الفترة الأخيرة. وضع مأساوي وصل إليه حال الجامعات المصرية، فلم يعد للحرم الجامعي قدسيته بفعل أعمال إرهابية يقوم بها مخربون، والنتيجة أرواح بشرية وتعطيل للعملية التعليمية. فجامعة القاهرة شهدت اليوم 3 انفجارات بقنابل بدائية الصنع أمام الباب الرئيسي للجامعة، أسفرت عن مقتل العميد طارق المرجاوي رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة وإصابة آخرين. وفي جامعة المنوفية شهدت اشتباكات بين طلاب جماعة الإخوان وآخرين معارضين لهم بالأيدي والحجارة والشوم خلال مسيرة لطلاب الجماعة بمجمع الكليات النظري، ما نتج عنه إصابة طالبين بجروح ونقلهم لمستشفى شبين الكوم الجامعية. وفي جامعة المنصورة وقعت اشتباكات عنيفة داخل حرم الجامعة إثر قيام العشرات من طلاب الجامعة بمطاردة موظفي الجامعة بإلقاء الحجارة والشماريخ وتحطيم النوافذ عليهم، إثر قيامهم بتنظيم مسيرة داخل الحرم الجامعي تندد بالإرهاب الذي يمارسه طلاب الجامعة وتطالب بعودة الحرس الجامعي، ما أسفر عن إصابة 5 عاملين بجروح قطعية بالرأس والوجه. أما في جامعة الإسكندرية قام مجموعة من الطلاب باقتحام مبنى عميد كلية آداب جامعة الإسكندرية، وقاموا بتكسير صور العمداء السابقين والأبواب في محاولة منهم للدخول إلى مكتبه للتنديد بفصل عدد من الطلاب كانوا قد قاموا بوقفة احتجاجية تندد بترشح المشير عبد الفتاح السيسي. إسراء سعد، الحياة اليوم.